بوجمعة سبورتيف. بوجمعة اليوم باش يحكي لكم على فضيحة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. بوجمعة اليوم باش يحكي لكم على كرة العار، على رأي المقولة الشهيرة الرئيس السابق للنادي الصفاقسي لطفي عبد الناظر. كلامي اليوم على أحداث لقاء النادي الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي، وما نحبش نقول الكلاسيكو خاطر اللي صار البارح بعيد برشا على كرة القدم وبعيد برشا على بطولة محترفة، واللي بين قوسين ولات بطولة منحرفة بعد تصريحات المنصف خماخم رئيس النادي الرياضي الصفاقسي. هبط باش نهدي من روعه ونطلع له المورال ونشكره، ما رعني الا يطلبوا مني وهذا غريب وبإلحاح كوني انقره، فقمت بهذا مرتين فأهدى لي هذا ضربة جزاء غير شرعية، ومن هنا فصاعدا نبقاش اسمي منصف خماخم، اسمي منصف شورب، وهذيك الكرة لو حرينا من الكرة بطلبه شنو بإلحاح منه باش يرجع له المورال وباش يتحمس وباش يقوم بالمقابلة وكفاق وعطاني ضربة جزاء غير شرعية. إذا طلب مني شنو باش ما تعرفونيش أنا جينيرو راهو كي راجل داخل بعضه كان ما عملتوش هكا حل دخل على بعضها. اي تصريحات كيف هكا تجي خطيره برشا، تصريحات غريبه فرد وقت، وكان جات تصريح من مسؤول في الهيئه المديره كنا باش نحكيو زاده ونطالبوا بقرارات ردعيه من جمعيته في حقه، لكن للاسف تصريح هكا يجي ومن رئيس نادي ونادي عريق نادي الرياضي الصفاقسي. واذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فلا تلومن الاطفال الرقصوا. في الجانب الاخر تصريحات رضا شرف الدين رئيس النجم الرياضي الساحلي اللي تنجم تلخص لنا ولا تقرب لنا حتى اللي صار البارح في الطيب المهري. اللي شفت هنا ما شفتهاش في افريقيا ولا مقابله في افريقيا ما شفتهاش. رعب. شكون اللي صار؟ رعب. شكون اللي صار بالضبط؟ رعب. ساعة كاملة الملاعبية ما تدخلش، الميتون بعد ربع ساعة. الحكم يتسب على المرأة ومسمع من الناس كل. نداء للمسؤولين، النتيجة مش باش نحكي عليها، ظروف المقابلة مش نحكي عليها، نداء للمستقبل. ما عادش فما ظروف لعب الكرة. رعب. التحكيم زاد للاسف اللي الناس الكل ولات كيف تخسر ماتش كوره ديريكت يوجهوا اصابع خماخ سامحوني اصابع الاتهام للتحكيم اللي بين قوسين مانيش ندافع عليه، لكن الحكم ما هو الا بشر يغلط كالناس الكل، وكيف يغلط ما نسبوش ما نغلطوش ما نتصرفوش بهمجيه كيف ما تصرفوا مع التحكيم البارح في ماتش سي اس اس والاتوال. في الختام نحب نهدي حاجه للمنصف خماخم والرضا شرف الدين، الوديع الجريء والوزير الشباب والرياضه، للجمهور الرياضي الكل، وللي اساء للكره التونسيه من قريب ولا بعيد، والعباد اللي خانوا الكره التونسيه بعد الانجازات اللي تحققت على مر التاريخ، واللي ما اساء زاده نهديله بوجمعة يحب يهديله حاجه. نتمنى كل واحد يقعد مع روحه ويخمم في كلماتها حتى لو دقيقه ومن بعد يراجع روحه. يعطيك الصحة. كانت هذه بوجمعة سبورتيف لليوم. بوجمعة سبورتيف. لا بالرسمي الحاجة ذي يلزمها تتحس مش تتسمع، الحاجة ذي يلزمها العباد تعرف القيمة متاع بلادنا والقيمة متاع الرياضة ومسؤولية الرياضة والرياضيين.